طب ايه السبب اللي مخلي صلاح مستواه مش احسن حاجه؟ بكل بساطه الاجابه هي فريمبونج. على قد ما انا شايف ان خلاصه الاربع ماتشات صلاح ما كانش احسن حاجه، مش بس عشان هو مش في فورمه جيده، ولكن هو عشان في الماتشين دول كان بعيد جدا على المرمى، فحتى ما تحسش ان هو كان خطير. يعني في ماتشات كتيره جدا في السنين اللي فاتت كانت احيانا بتحصل انك بتشوف صلاح النهارده مش مفير، ولكن كنت دايما بتحس ان صلاح خطير. في ماتشين نيوكاسل وارسنال حتى دي ما حسيتش بيها. احنا شفنا ماتشين ليفربول مع فريمبونج وماتشين من غير. هل اتغير سيستم ليفربول؟ بكل تاكيد. تعال نفترض ان الباك اليمين اللي هناك ده اللي منطلق وفاتح ناحيه اليمين دي هو فريمبونج. لما فريمبونج بيبقى موجود كيركز بيفضل ثابت ورا، فان دايك وكوناتي قدامهم بيبقى 2 عشان جرافنبرتش كان موقوف وما كانش بيلعب، فكنا بنشوف سوبوسلاي وماكاليستر. قدامهم فيرتس هنا، وهنا كان في صلاح. ومين اللي فاتح ناحيه الشمال خالص؟ ما احنا قلنا ايه، كيركز ثابت ورا، جاكبو هو اللي فاتح ناحيه الشمال. يبقى في الحاله دي صلاح تحت المهاجم نوعا ما. طيب في حاله عدم وجود فريمبونج مين اللي بيلعب مكانه؟ سوبوسلاي. بس هل سوبوسلاي بياخد نفس الدور ده ويبقى فاتح هو ناحيه اليمين؟ الاجابه لا. سوبوسلاي لما يجوا يبداوا هجمه بيدخل هو نص الملعب. طب بيدخل بدل مين؟ بدل ماكاليستر. ماكاليستر بيروح فين؟ ماكاليستر هو اللي بيطلع قدام يلعب جنب فيرتس. طب ده معناه صلاح بيروح فين؟ صلاح هو اللي بيكون فاتح عرض الملعب، فبالتالي صلاح بعيد اكتر عن المرمى، فبالتالي خطورته بتقل بشكل كبير. هو ده السبب بكل بساطه. في وجود فريمبونج هو اللي بيبقى فاتح ناحيه اليمين وصلاح بيبقى في اماكن اخطر، فعدم وجود فريمبونج بيبقى صلاح هو اللي لازم يمسك ناحيه اليمين دي.